السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم فيديو جديد. لكل مين حابب يفتح حساب في زراعات بنك، شروط جديدة للسوريين المقيمين في تركيا. حبيت أعرفكم هاي الشروط. مش الشروط الجديدة هي إنكم تعرفوا اللغة التركية، والشرط الثاني يكون عندكم إذن عمل، لأنه أكتر السوريين بيفتحوا حساب زراعات بنك وما بيستعملوا. فهي بنك الزراعات حطوا هاي الشروط مشان الناس إذا فتحوا حساب بزراعة بنك يستعملوه وما يخلوه. أول شي أهم شي إنكم قبل ما تروحوا على زراعة بنك بتعرفوا تكتبوا اسمكم باللغة التركية، الاسم والكنية. والشرط الثاني يكون عندكم إذن عمل. طبعا أغلب الناس ما بتعرف كيف تطلع إذن عمل، وأغلبهم بيعرفوا يعني، بس نحن حنقول الناس اللي ما بتعرف تجيب إذن عمل تروحوا على النوتر، ومن هناك بتطلعوا إذن عمل وبتروحوا على زراعة بنك وبتقدموه على كارت. حتى لو انتم ما بتعرفوا اللغة التركية، إذا رحتوا على زراعة بنك إذا سألوك إذا انتم بتعرفوا اللغة التركية قولوا لهم إيه مثلا، وبعدين بس ما حيطلب منكم شي غير إنه تكتبوا الاسم باللغة التركية، الاسم والكنية، ما حيطلبوا أكتر من هيك، وبتعطيهم إذن العمل. وبهي الطريقة فيكم تطلعوا الكرت زراعة بنغسي. طبعا في أغلب البنوك بياخدوا منكم 500 أو 600 ليرة للناس اللي ما بتعرف تقرأ وتكتب، بس مشان تكتبوا اسمكم باللغة التركية بتدفعوا هاي المبالغ كبيرة. فتعلموا تكتبوا اسمكم في البيت قبل ما تروحوا على زراعة بنك وتقدموا على كرت. ويا رب تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. لو استفدتوا من هذا الفيديو حبايبي ما تنسوا تدعموني بلايك، اشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شي جديد، ومشان أنا كمان أتشجع وأكمل معكم.